وهم الذي أرخوا لتعز ونحوها. فبعضهم قد قال أن الشيخ أحمد بن علوان كان يفضل القعد، بعد الشيخ ابن علوان عاش في سنة 660، أي أنه من علماء منتصف القرن السابع، وأيضا القرن السابع من القرن العاشر. وهل وجد القعد رأسا أو لا جاء من الحبشة؟ اختلف المؤرخون، منهم من قال انتقل من الحبشة، ومن قال أنه وجد. وأول من خزن هو التيس، أول من خزن هو التيس. كان الراعي يبصر التيس هذا وهو مخندل، تنكر وإذا بيرتعي من شجرة القاد، فأخذ منه واستعمله وإنه مخندل هو الآخر جنب التيس. وبناء على وقد قلنا لكم بتاريخ وجود البطاطا والطماطيس وهذا الخضرة، وقلنا لكم بوجود القاد التتج، وقلنا لكم بوجود القاد